تيجوا نلعب كوتشينة؟ أنا ندى وده ندى توكس، يلا بينا نبدأ حكاية الكوتشينة. أيوة، حلقتنا عن الكوتشينة. أول ناس عملوا أوراق للعب تشبه الكوتشينة هم الصين في القرن التاسع الميلادي في أسرة تانج الصينية. فاكرين في حلقة الآيس كريم لما قلتلكوا أول ما نخترع الآيس كريم هي أسرة تانج في الصين؟ الأسرة دي شكلها مش سهلة خالص، وواضح كده اني هحطهم في دماغي وابدا اسيرش واعمل لكم عنهم حلقه. اوراق اللعب اللي اخترعوها الصين في القرن التاسع الميلادي دي ما كانتش الكوتشينه اللي احنا نعرفها دلوقتي، لا، كانت عباره عن اوراق عليها رموز وارقام بيستخدموها في اللعب والمراهنه. ومن الصين اتنقلت لمصر المملوكيه في القرن ال14، وكانوا بيطلقوا عليها اسم اوراق المملوك، وكانت عباره عن اوراق بتتصنع يدويا وعليها رسومات فنيه. والمحطه الثالثه كانت اوروبا، واتنقلت من مصر لأوروبا عن طريق التجارة والحروب الصليبية. وفي أوروبا بقى خاصة فرنسا اهتموا بالكوتشينة جدا وطوروها لحد ما خدت الشكل اللي بنستخدمه دلوقتي باللونين الأحمر والأسود والأربع أشكال الموجودين عليه، وده بسبب تسهيلهم لطباعة الكروت. يعني كده نقدر نقول إن أول ما نخترع أوراق الكوتشينة هم الصينيين، لكن اللي طوروا شكلها واهتموا بيها أكتر هم الأوروبيين وخاصة فرنسا. طب الصين اخترعت وأوروبا وفرنسا غيروا الشكل. اسم الكوتشينة بقى جه منين؟ جه من إيطاليا. الإيطاليين كان عندهم لعبة مشهورة جدا بالأوراق اسمها كوكو أو كوشي، فكانوا بيطلقوا عليها الاسم ده. بس لما الحكم العثماني كان موجود في مصر كان في اختلاط كبير ما بين الأوروبيين والمصريين، فاللعبة كوشي دي المصريين عرفوها، بس بما إننا كل حاجة بننطقها بطريقتنا حولنا كوشي لكوتشينة. يعني اسم كوتشينة الأصل إيطالي بس النطق مصري. في الشام بقى بيسموها شدة أو شدة، معرفش، قولولي في التعليقات. اما في اوروبا وامريكا بيقولوا عليها كاردز او بلاينج كاردز. وبما ان في الدنيا مفيش حاجه بتتعمل كده وخلاص من غير هدف، فعايزه اقول لك ان الاربع اشكال اللي موجودين على الكوتشينه ليهم معنى. القلوب مثلا بترمز لايه؟ للحب والعاطفه والمشاعر، وفي اوروبا ده كان بيرمز لرجال الدين والكنيسه. طب الشكل ده اللي هو بيبقى شبه الرمح او السيف شويه اسمه سبيدز او بستوني، الشكل ده بيمثل القوه او المعارك، وكان عباره عن رمز للجيش والحروب. الشكل الثالث بقى ده اللي هو ديناري او دايموند، ده كان بيمثل ايه؟ ثروه والمال والتجاره، وده في العصور الوسطى كان بيمثل الطبقه التجاريه والتجار. طب الشكل ده اسمه كلابس، هو شبه ورقه شجره البرسيم، وكان بيرمز لايه؟ للطبيعه والعمل، وده في العصور الوسطى كان بيمثل الفلاحين والعمال. يعني الكوتشينه ما كانتش معموله كده وخلاص، لا، دي كانت اشبه بتجسيد للمجتمع، رجال الدين، التجار، الجيش والفلاحين. طيب ايه قصه الشخصيات اللي موجوده على الكوتشينه؟ الكوتشينة عبارة عن ولد وبنت وشايب، أو ملك وملكة وجاك. طيب زمان خالص الرسومات دي كانت بتترسم بشكل عشوائي على ورق اللعب، بس بعد كده في أوروبا وخاصة إيه؟ فرنسا. على فكرة فرنسا أكتر بلد أثرت في لعبة الكوتشينة. زي ما قلت لكم من شوية، شكل الكوتشينة اللي إحنا عارفينه هم المسؤولين عنه، الرموز اللي على الكوتشينة هم المسؤولين عنها، طباعة الورق هم اللي كانوا مسؤولين عنه. فدايما لما بنربط اوروبا بالكوتشينه بنبقى مينلي بنتكلم عن فرنسا. نرجع لموضوعنا، زي ما قلنا ان الاشكال اللي كانت بتترسم على الكوتشينه كانت بتترسم بشكل عشوائي لحد ما فرنسا دخلت في الموضوع، وبداوا مع الوقت يربطوا الاشكال والالوان اللي موجوده على الكوتشينه باشخاص وابطال تاريخيه. طيب زي ايه؟ صوره الملك اللي على الورقه اللي عليها قلوب حمر كانت بتعبر عن الملك تشارلمان، وده كان امبراطور عظيم في اوروبا. والملك المرسوم على الورقة اللي عليها شكل دايموند ده غالبا بيمثل الامبراطور الروماني يوليوس قيصر. الملك الاخير اللي على شكل تريفل بعض الروايات بيقولوا انه بيمثل الاسكندر الاكبر. نخش على الملكات. ملكة القلوب الحمر مثل شخصية اسمها جوديث، ودي كانت شخصية بطولية عند الرومان. ملكة ورقة البستوني غالبا كانت بتمثل اثينا اله الحكمة عند الاغريق. اما ملكة الشكل ده اللي انا مش عارفة انطقه، كبة بيتقال عليه تريفل، دي كانت بترمز لملكة اسمها أرجن، ودي كانت إحدى زوجات ملك من ملوك فرنسا. ملكة الدايموند يقال إنها بتمثل راكيل من الكتاب المقدس. طب الولد أو زي ما بيقولوا الجاك ده بقى بيمثل الفارس أو الجندي الشاب، وكان رمز للشجاعة والولاء. فعلا أي حاجة حوالينا خدهاش مسلمات، لو دورنا وراها هنلاقي ليها رموز ومعاني. في عندكم كوتشينة كانت عبارة عن كرتون سياسي بيضم كل جوانب الحياة وقتها، لعبة بسيطة بس بتعبر عن السلطة، الحرب، التجارة والدين. مادام بنتكلم عن الكوتشينه ما اقدرش اهمل الجوكر ده ظهر لاول مره في الولايات المتحده الامريكيه في القرن ال19، وكان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كارت في لعبه اسمها يوكر، والكارت ده كان بيدي صاحبه قوه كبيره وكان اسمه ذا بيست باور، ومع الوقت بقى رمز للمرح والخداع والحريه لانه مش تابع لاي شكل من الاشكال الاربعه للكوتشينه. طب هو الجوكر ده اصلا بيمثل ايه؟ بيمثل المرح الملكي، المهرج اللي يقدر انه يضحك الملك وفي نفس الوقت يقول له الحقيقه بطريقه غير مباشره. وزي ما اتفقنا
كل حاجة حوالينا ليها رمزية. طب الجوكر ايه رمزيته؟ الحرية والمفاجأة. عايز يقولك ايه؟ عايز يقولك ان مش كل حاجة في الدنيا بتخضع لقوانين، لا، في دايما مجال للفوضى واللعب. هقولك بقى شوية حكايات طريفة تخص الكوتشينة. بيقولك ايه، نابليون بونابرت كان متعلق بالكوتشينة جدا، لدرجة ان جوزيفين مراته كانت بتغير من لعبة الكوتشينة جدا جدا، وده لانه كان بيقضي وقت كبير في لعبها اكتر من اللي بيقضيه معاها. اما بقى الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا، ايام الثوره الفرنسيه كان سجنوه فتره قبل ما يعدموه، كان بيقضي كل وقته في لعب الكوتشين علشان كانت بتساعده انه يبعد عن الخوف والتوتر. اقدم بقى كوتشينه في التاريخ اتباعت في مزاد علني في بريطانيا، واتباعت بمبلغ خيالي بكام؟ حوالي 150 الف دولار، ده لانها كانت كوتشينه مملوكيه وعمرها بيرجع لاكتر من 500 سنه، والمشتري كان بيضحك ويقول ان دي اغلى لعبه ورق لعبها في حياته. اخر حاجه هقولها لكم عن الكوتشينه، تصدقوا ان هي كانت اداه سريه بيستخدموها في الحرب العالميه الثانيه؟ بص يا سيدي، الجيش الامريكي كان بيطبع كوتشينه خاصه وبيحط ما بين طبقاتها خريطه سريه، وبيحاول ان هو يوصلها لاسرى الحرب علشان يقدروا يهربوا. بالفعل لو وصلت الكوتشينه دي لحد من اسرى الحرب، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيبلوا الورق في الميه ويفصلوا الطبقات عن بعض ويطلعوا الخريطه من النص اللي كانت بتساعدهم على الهرب. زمان كمان العرافين كانوا بيستخدموا الكوتشينه عشان يقدروا يتنبئوا المستقبل، وده كان بدل التاروت المتعارف عليه دلوقتي. شفت ورق الكوتشينه مر بمغامرات كتير ازاي قبل ما يوصل لايدينا كلعبه؟ انا كده خلصت، يا رب اكون قدمت لكم حلقه خفيفه. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، ويا سلام لو تشتركوا في القناه. باي باي.